وفيديو تابلت جديد. فبما ان فيديو التابلت اللي فات اللي هو كان انبوكسنج للتابلت عجب ناس كتير، فالفيديو ده كنا بنراجع فيه التابلت وبنعمل مقارنه كده ما بينه وما بين القديم. فكنت بقول عايزين نوصله 500 لايك، والحمد لله الفيديو وصل ل 1000 لايك. ففيديو النهارده ان شاء الله هنجاوب على كل الاسئله اللي جت في الفيديو اللي فات، وهقول لك برضو ازاي تفتح نت على التابلت، وازاي تنقل على التابلت ملفات، وازاي تنزل الكتب، وبرضو هنجاوب على سؤال التهكير اللي اتسال لي كتير، وهقول لك على كذا حاجه في التابلت كده. فتحدي كده زي الفيديو اللي فات، لو الفيديو ده وصل 1000 لايك في اقل من اسبوع فهتلاقي فيديو جديد نازل بخصوص التابلت برضو. وهنجاوب بقى في الفيديو ده على اسئله كتير من الكومنتات اللي هتيجي على الفيديو ده، بس الكلام ده كله هيكون على القناه التانية اللي احنا هنخصصها للتابلت والتعليم يعني بشكل عام. فلينك القناه هتلاقيه تحت في اول كومنت، ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت برضو في الكومنتات وانت نازل. فبس عارف ان انا طولت كتير في المقدمه، فعشان كده يلا بينا نبدا على طول. ففي سؤال ناس كتير سالته لي، وهو تابلت السنه دي هيكون هو بتاع السنه اللي فاتت ولا في تغيير مثلا؟ فعامه التابلت في ناس كتير استلمته، والتابلت هو مفيش اي جديد، ولا بقى مساحه 128 جيجا، ولا هينزل يفتح بابجي والكلام ده كله. فتابلت السنه دي هو تاب A7 بتاع السنه اللي فاتت، ومساحته 32 جيجا زي ما انت شايف كده. فلو انت كنت سمعت فيديو الانبوكسنج كنت زمانك عارف الكلام ده كله، ومش مستني حد يقول لك حاجه، هتلاقيه موجود على القناه يعني. فالسؤال اللي بعد كده بيقول اركب كارت ميموري ولا في مشاكل؟ فركب كارت ميموري براحتك، هو كده كده التابلت مش هيقراه. يعني لو انت حطيت الكارت الميموري التابلت مش هيحس انه في كارت ميموري اصلا، والمساحه هتكون زي ما هي 32 جيجا برضه. وكده كده انت مش محتاجها، لان انت ممنوع تفتح اي حاجه على التابلت، بس ممكن بعد فيديو النهارده تحتاجها، لان انا هقول لك ازاي تنزل افلام وازاي تنزل حاجات كتير على التابلت. بس نصيحه كده، وانت بتركب الكارت الميموري او الشريحه فخلي بالك وانت بتركبه، وحاول انك تركبه بالدبوس اللي جاي مع التابلت. وبرضه تقريبا التابلت ما بيجيش معاه دبوس، فانت حاول انك يعني تجيب دبوس من اي موبايل عادي. ما تحاولش انك تركبه مثلا بدبوس اللي هو بتاع الشعر ده، وتعامل معاه بالراحه كده عشان السوسته اللي جوه مش تبوظ. فبما ان احنا جبنا سيره الشريحه والدرج بتاع الشريحه، ففي ناس كانت بتسال برضه هل هنستلم مع التابلت شريحه ولا لا. فالتابلت هتستلم معاه شريحه، سواء بقى اللي هي شريحه وي او حتى شريحه من اورنج. والشريحة دي بتديك الجيجا النت ب5 جنيه بس، وتقدر تفتحها على التابلت بس وتستخدمها على التابلت بس. يعني مش ينفع تاخد الشريحة مثلا وتحطها على موبايلك وهتلاقي النت شغال، مش هيحصل. وبرضه الشريحة مش شغالة مكالمات. فازاي بقى تشغل النت على التابلت بالشريحة؟ فتعالى اقول لك ازاي. كل اللي انت تعمله طبعا هتركب الشريحة زي ما انا قلت لك، وتخلي بالك وانت بتركبها عشان ما تبوظش المكان بتاعها. فانا مركب هنا شريحة برضو ومظبط الاعدادات قبل كده عشان اوريها لك يعني. فهتدخل على الاعدادات او الضبط بعد ما تركب الشريحة، وبعدين هتجيب الاتصالات اللي فوق دي لو هي ما كانتش جايه معاك يعني. وبعدين هتيجي على شبكات الهواتف المحمولة اللي هي دي، وهنا بتيجي على اسماء نقاط الوصول، وبعدين بيظهر لك الحاجات دي كلها. فاللي انت هتكتبه في الحاجات دي، فهتكتب في الاسم تي اي انترنت بالشكل ده كده، وهتعمل موافق، وهتيجي على اي بي ان اللي هي دي، وهتكتب انترنت دوت تي اي دوت اي جي بالشكل ده كده، وبعدين موافق. وهتيجي فوق على الثلاث نقط دول، وبعدين حفظ. ولو لقيتها متفعلة على اي حاجة تانية مثلا زي كده، فهتفعلها على اللي انت كاتبها بخطك دي. خطك ايه؟ اللي هي تي انترنت اللي هي دي. وبس انت كده يعني. لو انت المفروض مش متصل بواي فاي، يعني مثلا تعالى نلغي كده الواي فاي، وبعد ما بتعمل الاعدادات دي فبتروح قافل التابلت كده او عامل له اعاده تشغيل يعني، وبعدين بتفتحه تاني، فبتلاقيه بدأ ان هو يشتغل معاك ويجيب معاك نت من الشريحه. يعني من الاخر لو عايز تفتح نت على الشريحه فلازم انك ما تبقاش موصل باي شبكه واي فاي. فكل اللي انت هتعمله عشان تنزل الكتب، هتروح داخل على نوكس اللي هو التطبيق ده، وبعدين هتيجي على علامه الداونلود اللي هي دي، وهنا بقى تبدا انك تحمل ده كله كده. فالمفروض انك هتحمل ده كله وهتخليهم كلهم على ديليت بالشكل ده، وبعدين في الاخر هتلاقيهم نزلوا لك بالشكل ده كده عندك. فهتدخل بقى على اللي هو موقع وزارة التربية والتعليم، وبعدين هيفتح معاك بالشكل ده. فهتنزل تحت على حاجة اسمها بوابة التعلم الإلكتروني اللي هي دي، وبعدين اقرأ المزيد. وهنا بتختار المرحلة بتاعتك، وطبعا هتكون الثانوية. وهنا بتختار الصف بتاعك، فأنا مثلا هختار للصف الثاني. وبعدين الكتب الدراسية الإلكترونية اللي هي دي. وهنا فوق بتكون الحاجات دي متحددة كده، فأنت هتختار الفصل الدراسي، وبعدين هتختار الترم الأول، وبعدين هتعمل بحث. وهنا بقى بتلاقي كل الكتب بتاعت الترم الأول قدامك أهي. ولو دخلنا الترم التاني مثلا وأنت بتشوف الفيديو في الترم التاني، فهتختار فوق الترم التاني وهتبحث عنها برضو وهتنزلها بالشكل ده. وبعدين هتبدأ انك تحملهم كتاب بالشكل ده كده. وهنا مثلا كتاب الدراسات، وهنا الأحياء والكلام ده كله. ولو انت علمي فهتحمل كتب العلم براحتك يعني. فبس تعالى ندخل في الحاجة اللي بعد كده. والحاجة اللي بعد كده بقى وهي ازاي انك تنقل اي ملف خارجي، سواء بقى كان فيديو او اغنية مثلا، او حتى ملف PDF وليكن مثلا كتاب خارجي. فازاي تنقل ده كله من موبايلك للتابلت. فكل اللي انت محتاجه هو التابلت طبعا، وهتحتاج موبايلك، وهتنزل عليه تطبيق الشير.
واكيد طبعا تطبيق الشير عندك يعني مش هتحتاج انك تنزله، فنعتبره مش عندك فهتنزله وتفتحه بالشكل ده كده. وبعدين هتيجي على الزائد اللي فوق دي وهنا هتختار شير ويز KAIOS اللي هي دي اللي قبل الاخيره. وبعدين بيفتح معاك الصفحه دي كده يعني، فهتبدا انك تديله كل الحاجات اللي هو عايزها منك. فهو عايزك تقفل الواي فاي يعني وتفتح الهوت سبوت، فهتعمل زي ما هو عايز وبعدين نكست. وبعدين هيقول لك اعمل الحاجات دي، فهتروح انك جاي شادد يمين بالشكل ده كده وهتظهر معاك الصفحه دي. فكل اللي انت هتعمله بقى دلوقتي انك هتروح جاي على التابلت وهتروح جاي فاتح الواي فاي بالشكل ده كده، او اللي هي حاجات الواي فاي يعني. وهنا زي ما انت شايف كده هو مديك شبكه واي فاي، يعني لو انت بصيت كده قبل اضافه شبكه فزي ما انت شايف كده الشبكه ظهرت قدامك اللي هي اندرويد شير دي. فهتضغط عليها كده وتبدا انك تكتب الباسورد اللي هو مديهولك، فهتكتبه زي ما هو مديهولك كده 92. A few moments later. وبعد ما بتكتب الباسورد وتتأكد ان انت كاتبه صح بتروح عامل توصيل في التابلت، وعلى طول بتلاقي ان هو بدأ يوصل معاك كده يعني. ولو جات لك الرسالة دي فهتقول له الاتصال هذه المرة فقط، لان انت كده كده كل مرة هتعوز انك تبعت فيها حاجة على التابلت هتعوز انك تعمل الخطوات دي زي ما هي كده كل مرة، مفيش حاجة مثلا مش هتعملها، هتعمل كل حاجة زي اول مرة. فهتفتح دلوقتي كروم وبعدين هتيجي في السيرش اللي فوق ده كده وهتكتب الكود ده. فهو هنا مديهولك كده HTTP نقطتين وبعدين شرطتين وبعدين 192 وبعدين نقطة، فهتكتب كل حاجة زي ما هو كاتبها بالنقطة حتى. ولو واخد بالك فهنا في نقطتين مش نقطة واحدة، فركز في الحتة دي برضو. 1 minute later. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هروح اعمل الذهاب، فهتلاقي ان هو بدأ يفتح معاك الصفحة دي كده. وكل اللي انت هتعمله انك تروح جايب موبايلك وبعدين send files وتبعت اي حاجة نفسك فيها، وليكن مثلا تعالى نبعت اغنية وبعدين نكست. فبتلاقي الاغنية بدأت ان هي توصل هنا على التابلت. فكل اللي انت هتعمله هتروح تضغط على علامة اللي هي الداونلود دي وهتلاقيها ان هي بدأت تحمل فوق. ولما تحمل بقى تدخل هتلاقي على الملفات، او ممكن تبقى تضغط عليها من فوق كده وتسمعها وتسمعها براحتك يعني. فشغالة زي ما انت شايف كده وتقدر تدخل تسمعها من الملفات، فهتلاقيها على الملفات بالشكل ده وانا محمل اغنية قبلها. فالتابلت بصراحة كسماعات وكشاشة فهو حلو، فحاول انك تستغله في الحتت دي، يعني تنزل عليه مثلا شرح درس او انك تشوف شرح اونلاين على طول على اليوتيوب يعني، او تنزل عليه حاجات زي كده وتستغله بقى في اي حاجة تانية انت عايزها. فبس تعالى ندخل في الحاجة اللي بعد كده. وفي ميزة كده بصراحة حلوة يعني انا لاحظتها اول ما مسكت التابلت، وهي الترجمة اللي بتكون من لوحة المفاتيح. فمثلا تعالى ندخل على اي حاجة وليكن مثلا هنا، ولو انت جيت ضغطت على الثلاث نقط دول فهتلاقي هنا كده حاجة اسمها الترجمة اللي هي دي. فهنا مثلا لو انت جيت ترجمت اي كلمة وليكن مثلا نلعب وبعدين ضغطت على العلامة اللي هي دي فهتلاقي ان الترجمة ظهرت لك فوق كده اللي هي وي بلاي فوق اهي. فممكن دي تفيدك مثلا لو في امتحان على التابلت او تقدر تاخدها معاك في اي امتحان، فهتفيدك يعني لو انت مثلا مش عارف تفتح اي ثغرات على التابلت. فبس دي كده كانت طريقة للترجمة، يعني طريقة سريعة كده وحلوة، وتقدر بقى تترجم اي حاجة من اي لغة. وليكن مثلا ممكن تغير كده وتكتب هنا بلاي مثلا وبعدين علامة الترجمة دي، فهتلاقيه بيقول لك لعب كده فوق وبدأ ان هو يترجمها لك بالشكل ده. فميزة حلوة برضو. وفي سؤال اعتقد ان في ناس دلوقتي في سنة تالتة ولسه بتسأل نفس السؤال ده، وهو ازاي اغير الخلفية بتاعة التابلت. فلو انت جيت حاولت انك تغيرها فالخلفية ما بتتغيرش، فما تحاولش معاها كتير، هي حاجة ممنوعة من الوزارة نفسها فعمرها ما هتتغير معاك. فنسيب الأسئلة كده شوية وتعالى أقول لك على ميزة أنا بحب أستخدمها في التابلت ده، وهي إنك تضغط على المفتاح الجانبي مرتين عشان تفتح أي حاجة في التابلت من غير بقى ما تدخل تدور على الحاجة دي والكلام ده كله. فعشان تفعلها هتروح داخل على الإعدادات أو الضبط وبعدين هتيجي كده على الإعدادات المتقدمة أو اللي هي المميزات المتقدمة دي وبعدين المفتاح الجانبي. وممكن عندك ما تكونش متفعلة فبتروح مفعلها، وبتكون عندك برضو على التشغيل السريع للكاميرا فانت بتروح عاملها فتح تطبيق وبعدين بتضغط على الترس ده وتختار التطبيق اللي انت عايز تفتحه. فانا مثلا ممكن اختار كروم، وبكده لو ضغطت مرتين على المفتاح اللي هو بتاع الباور ده مرتين كده فيروح فاتح لي كروم على طول بالشكل ده. وطبعا تقدر تخليها باي تطبيق انت عايزه مش شرط كروم بس، يعني عندك هنا كل التطبيقات دي. والسؤال الاخير بقى واللي هو اتسأل كتير وهو هل تهكير التابلت هيأثر مثلا وايه اللي ممكن يحصل لو هكرته. فهو التابلت القديم كان سهل انك تهكره وده انا قلتها كتير، انما الجديد فصعب انك تهكره شويه، وحتى لو هكرته فصعب انك ترجعه تاني للنظام. بس سيبك من الكلام ده كله، فانا نصيحتي ليك بلاش تهكره. انت طالما بتشوف الفيديو دلوقتي فانت يعتبر معاك موبايل مثلا ومش محتاج التابلت يعني، فبرضه لو انت هكرت التابلت ايه اللي ممكن يحصل؟ فالحوار كله في الامتحانات، فلو في امتحانات على التابلت فانت مش هتعرف تدخل الامتحان ده نهائيا الا بقى من تابلت اي حد من زمايلك. يعني برضه هي مش مشكله كبيره، انت ممكن تدخل تاخد تابلت اي حد يعني وتمتحن على التابلت بتاعه حتى لو كان الحد ده من سنة تانية فعادي، بس لازم يكون التابلت جوه النظام يعني.
فانا رايي بلاش تهكره، وانا كده كده هعرفك طرق كتير تفتح بيها نت على التابلت ويوتيوب بقى وفيس والكلام ده كله. يعني مثلا دي واحده من الطرق اللي احنا فاتحين بيها نت على التابلت، وفي طرق تانية كتير. والمفروض ان كان في هنا طريقه فتح نت على التابلت في الوقت ده يعني، بس انا حاسس ان الفيديو طول شويه كده، فوانا في المونتاج لو لقيت ان الفيديو لسه ما طولش هحط الطريقه، ولو انا لقيت ان الفيديو طول مني او عدت 10 دقايق مثلا ولا حاجه فخلي الطريقه دي فيديو تاني مثلا، والفيديو ده ينزل على القناه التانية يعني. فاتاكد انك مشترك في القناه التانية، ولينك القناه تحت في اول كومنت زي ما انا قلت لك. فبس خلي التابلت لو انت مش محتاجه بلاش تهكره، واستخدمه بقى افتح عليه اي شرح مثلا اي حاجه، واستخدمه يوتيوب وفيس والكلام ده كله. بس بلاش تهكير يعني، واللي قالك انك هتفتح عليه بابجي وتلعب بقى على اعلى حاجه والكلام ده كله، فالتابلت اساسا في اداء الموبايلات اللي هي بتاعت الفئه الاقتصاديه، فالتابلت مش الحاجه اللي هو العاليه يعني. انت افتحه اسمع عليه اغاني، اسمع عليه افلام، شغل عليه اي حاجه على يوتيوب او ايجي بيست او اي حاجه من الحاجات دي، واستخدمه واستفاد بالشاشه الكبيره بتاعته دي. فبس كده. والفيديو بعد ما عملت له مونتاج لقيت ان الفيديو طويل شويه، فهننزل طريقه فتح النت دي على القناه التانية، وهتلاقي اللينك زي ما انا قلت لك في اول كومنت. ولو عندك اي سؤال تاني فزي ما انا قلت لك اساله تحت في الكومنتات، وان شاء الله هنجاوب عليه في فيديو هننزله على القناه التانية. وبس كده اشوفكم هناك، والسلام عليكم.